السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا الناس في كل مكان، اهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم يا جماعة دلوقتي عن مفاجأة حصلت امبارح بالليل بعد خناقة ابو احمد زايد زيزو مع الادارة عشان كان عايز ابنه يلحق. هنتكلم برضه عن مفاجأة حصلت بعد الخناقة وهنكشف كل التفاصيل بتاعتها، وهنتكلم برضه يا جماعة عن مفاجأة بعد انتقال احمد عيد للمصري، ايقاف قيد المصري 3 فترات. وهنتكلم برضو عن مفاجأة بشأن قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد الخناقة اللي حصل بينهم في الملعب. هنتكلم برضو عن حاجة حصلت بشأن القضية دي، تابعوا معانا فيديو الآخر. هنتكلم دلوقتي عن أول خبر، وهو خناقة أبو أحمد سيد زيزو مع أحمد مرتضى منصور ومع أمير، بسبب إن هما بيقول لك رفضوا نهائيا بأحمد زيزو ورفضوا أصلا الفكرة. فهو ابو احمد زايد زيزو اتضايق، قال لهم اصلا انتوا كنتوا مدينا كذا وعد وما نفذتوش. اول حاجه مرتب اللعيب كل ده ما خدناش النسبه اللي محدده عليها. تاني حاجه كان في وعد ان انتوا هتبنوا فريق وسكواد قوي نعرف ننافس بيه السنه الجايه على كل البطولات، وبسم الله ما شاء الله الشرطين مفيش ولا واحد فيهم اتحقق. ولا انتوا دفعتوا النسبه المتفقين عليها بتاعت مرتب اللعيب انتوا، ولا عرفتوا ان انتوا تبنوا سكواد قوي عشان ينافس السنه الجايه. فبيقول لهم طالما انتوا كده، طالما انتوا مش عارفين تعملوا حاجه، خلاص خلوا اللعيب يمشي. استفاد انتوا بال 8 ولا 10 مليون دولار، هتفك ازمتكم واللعيب يشوف مستقبله بس. فهو بقى في دلوقتي بيقول لك اجتماع طارئ هيحصل النهارده بالليل، هيبقى مرتضى منصور مع امير مع احمد مع ابو احمد زايد زيزو عشان يشوفوا الحوار ده. فهو دلوقتي يا جماعه ابو احمد زيزو قال لهم يا جماعه دي فرصه حلوه لابني، وهياخد مرتب مش هيقل عن 90 ل 100 مليون جنيه في السنه، وانتوا هنا مدينه 20 مليون جنيه ومش عارفين تدوهم لي، ولا حتى عارفين تبنوا فريق، وانتوا بالمنظر ده مش عايزين تفتحوا القيد عشان انتوا مش عارفين تجيبوا لعيبه. فانت عندكم ازمه، فمشوا ابني، احنا ابني يشوف مستقبله وانتوا فكوا ازمتكم وظبطوا الدنيا بتاعتكم. فدلوقتي في تفكير دلوقتي جدي ان المستشار مش عارف بس يجيبها ازاي للجماهير ان هو هيمشي احمد زايد زيزو. بس تفكير جد في الاداره، قرروا ازاي يجيبوها للجماهير عشان عارفين ان الجماهير اصلا جايبه اخرها من المعارين اللي بيهربوا مننا، من الصفقات اللي مش عارفين نجيبها، من ازمه القيد اللي مش عارفين نفكها لحد دلوقتي، من الحوارات اللي في النادي والمستشار مش عارف يحلها. بس المستشار يقول لك اديني هدوء واحلها، وهو كل يوم بيعمل مشكله مع حد. فدلوقتي يا جماعه لحد دلوقتي العرض اللي جاي من الشباب ما تمش الرفض عليه بشكل رسمي، هو بس طلعوا له الاعلام عشان يعملوا بس عشان بس ايه، يقولوا للجماهير ايه، شاركونا في الحوار، انتوا عايزين تمشوه ولا لا، وهم بيعملوا فيلم اصلا عشان يمشوه. لكن هو بيقول لك رسميا ما جاش الرفض من الاداره. يعني مثلا ايه، الشباب بعت لنا جواب ان هو عايز احمد زي زيزو، احنا ما رضناش عليهم خالص. يعني معنى ان انت ما رضيتش عليهم معنى كده ان انت فاتح الباب قدامهم ان انت ممكن تتفاوض معاهم. فدلوقتي شرط احمد سيد زيزو وابوه عشان يجددوا، اول حاجه تدي باقي المرتب للعيب، تاني حاجه تعمل صفقات محترمه تساعد الفريق ان هو يعرف ينافس السنه الجايه، عشان هو زيزو مش هيحارب لوحده برضه، وزيزو وفتوح مش هيحاربوا لوحدهم. مع احترامي الكبير لشيكابالا، شيكابالا برضه بسبب سنه فهو ينزل بديل في الشوط الثاني يعمل معاك فرق. فانت كده معاك بس ايه، زيزو وفتوح، بس دول اللي هيعملوا فرق. شلبي برضه لسه هيرجع من اصابه محتاج فتره، وابراهيم انضاي رايح في داهيه اصلا، وعندنا نص الملعب بقى رؤى وسيسي الله اكبر عليهم اصلا رايحين في داهيه لوحدهم. فدلوقتي بيقولوا له عشان نجدد معاك ونقعد الشرطين لازم يتنفذوا، وهو ان انت تدفع باقي مرتب اللعيب، وتاني حاجه ان انت تعمل صفقات. مع ما نسمش بالشرطين هنمشي ومفيش اي زعل، اصلا مفيش شرط جزائي في عقد اللعيب فممكن يمشي في اي وقت عادي. فدلوقتي احنا هنستنى نشوف مرتضى منصور هيعرف يحل مشاكل الزمالك، من يحل ازمه القيد ويجيب صفقات ويدي اللعيب فلوسه، ولا الكارد ابو 200 مليون ده مش عارف بنعمل بيه ايه. يعني احنا خدنا كارد 200 مليون مش عارفين نعمل بيه ايه. في دلوقتي رجاء للاداره، احمد سيد زيزو مش للبيع، ده الامل الوحيد في الفرقه اصلا انك تبني عليه. ما تقعدش بقى تحكي على الجماهير احنا هنجيب صفقه سوبر مش هنجيب صفقه سوبر، لا انت معاك اللعيب سوبر مضمون ومتجرب. فيا ريت ما تمشيش احمد سيد زيزو يا سياده المستشار وتطلع تسحب الجماهير، احنا هنحل الازمه ونجيب صفقات والكلام ده. رجاء اخير، احمد سيد زيزو مش للبيع. هنتكلم برضو يا جماعه دلوقتي عن قضيه الشيبي وحسين الشحات، اللي احنا شفنا حسين الشحات ضربه بالقلم وشتم والكلام ده، ومحمد الشيبي رفع قضيه، وبيراميدز بيقول لك ايه، وبيراميدز واقفه مع اللعيب بقوه في القضيه. فالاهلي حاول معاهم كذا مره ان احنا خلاص عاقبنا اللاعب، عملنا عليه غرامه نص مليون جنيه وعاقبناه وكل الكلام ده، فخلاص بقى ايه، وهم اتصالحوا بعد الماتش فخلاص نلم الدنيا. فالاهلي اتفاجئ ان بيراميدز متعند ومش عايز يقبل الصلح، وبيقول لك لا احنا نمشي في الموقف القانوني الاخر وهنشوف اخره ايه، عشان بيراميدز عايز تاخد موقف حسين الشحات بسبب الحركه اللي عملها دي. برضه اللعيب رافض لحد دلوقتي يتنازل عن قضيه، فالاهلي لحد دلوقتي بيحاول يحل معاه عشان شكل قضيه داخله في سكه بقى حبس والكلام ده طبعا ايه. فالاهلي اكيد مش عايز كده، واكيد الاهلي مش هيسكت وهيوصلوا لحل، بس لحد دلوقتي مفيش حل. دلوقتي القضيه شغاله ان بنسبه كبيره حسين الشحات هيتحبس، بس اكيد الاهلي هيتدخل ويحل الحوار ده. كده ملخص حوار قضيه حسين الشحات، الاهلي عايز يحل وبيراميدز رافضه واللعيب رافض. فاحنا هنستنى برضه الايام الجايه تقول لنا فيها ايه. حوار احمد عيد ووقف القيد، احنا بسم الله ما شاء الله احمد عيد اصلا اول ما طلعناه من الناشئين في الزمالك خدنا فترتين ايقاف قيد.
اول ما مشي من عندنا راح انبي برضه لبس فترتين ايقاف قيد، واول ما انتقل للمصري لبس برضه 3 فترات ايقاف قيد. انا مش في حاجه ما بين احمد عيد وبين وقف القيد. هو انت اي فريق تروح ولازم تعمل ايقاف قيد؟ طب ليه يا رجاء عندك صغير روح الاهلي، احنا عايزين بس اهلي يقف فتره واحده مش اكتر من كده. انت مش عارف انت وشك غريب على الانديه اللي بتروحها، ولا العيب فيك ولا العيب في الانديه، ولا انت فلوس الصفقه بتاعتك بتبقى مشبوهه ولا ايه مش فاهم. فدلوقتي يا جماعه النادي المصري وصل له اختار من الفيفا ان هو هيقف 3 فترات قيد لحين سداد فتره صفقه المهاجم اللي جابوه الافريقي، وليه 80,000 دولار، فاكيد هيحلوها. ايه يعني مبلغ مش كبير واكيد المصري هيحلها وكل حاجه. بس انا بتكلم بس عن نقطه ايقاف القيد واحمد عيد. كل ما يروح فريق لازم ايقاف قيد، لازم مش عارف فترتين 3. الزمالك 2 انبي 2 راح علّى بقى شويه وخلاهم 3. فدلوقتي بيقول المصري حل من 2، يا اما يدفع الغرامه اللي هي 80,000 او 90,000 دولار، يا اما مش هيعرف يأيد احمد عيد ولا احمد ايمن منصور الثلاثه اللي جابهم من نادي الزمالك. كده اصلا ده مبلغ بسيط واكيد المصري هيحل الحوار ده مش اي مشكله. بس انا حبيت بس ايه اقول لكم حته ايقاف القيد واحمد عيد والكلام ايه الحظ النحس ما بين ايقاف القيد واحمد عيد. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده راي شخصي لاحد فيديوهات تاني كنت مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله.